في واحدة من أهم مواجهات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، أعلن كاف رسمياً عن طاقم التحكيم ومواعيد مباراتي الأهلي والترجي التونسي في ثمن النهائي، قبل أن يتحدد أيضاً في ربع النهائي. مباراة الذهاب في تونس ستقام على ملعب رادس، يقودها الحكم عيسى سي من السنغال، ويعاونه جبريل كمارا ونوح بنغورة كمساعدين. تقنية الفيديو فار يديرها الحكم أحمد امتياز هيرال من موريتانيا. في مباراة الإياب في مصر على استاد القاهرة الدولي، يقودها الحكم جلال جيد من المغرب، ويعاونه زملاؤه زكريا برنيسي ومصطفى أكراغد. في الفار يقودها الحكم حمزة الفارق بمساعدة الحكم سليمة موكونسانغا. المواجهة دي مش مجرد مباراة، دي قمة عربية كلاسيكية بين عملاقين تاريخيين دائما بيقلب أمواج الإثارة في إفريقيا. الحكام محددين رسميا لكل مباراة، الحكم السنغالي يقود الذهاب، الحكم المغربي يدير الإياب. الأهلي والترجي في صدام قد يحدد مسار البطولة. استعدوا للمباراة، استعدوا للمباراة.